ونقول له الف مبروك يا احمد، وتحيه ليك ولكل زملائك والجهاز الفني. مبروك الحفاظ على لقب افريقيا. ربنا يخليك يا استاذ حضرتك، وفرحه بكابتن طه وكابتن فاروق جعفر طبعا. اشرح لنا بقى نزولك والاخر تعليمات كابتن يوسف سريعا وانت نازل، كان بيقول لك ايه في الحته قصاد سيد معاوي؟ لا هو طبعا كابتن يوسف قال لي لما سيد يطلع انت تروح، ولما تروح انا عايزك تروح واحد على واحد. يمكن الهدف الثاني هو زي ما هو كان عايز، هو قال لي روح واحد على واحد واعمل الكروس عايز زي ما انت بتعمله عادي. هيبقى في صوره ان هم بيقفوا في الحته اللي ورا بيقفوا غلط، يعني هم بيقفوا في الاثنين السكوبر بتوعهم بيقفوا غلط في الاوفرات. الحمد لله ربنا كرمه. يمكن كان بيتكلم في الهجمه المرتده ان انا اجري بسرعتي ان انا اكمل في الهجمه. يمكن الحمد لله ربنا كرمه والواحد قدر ان هو يأدي الدور اللي كابتن يوسف طلبه. طبعا انا ببارك لجمهور النادي الاهلي طبعا النهارده. الناس دي تعاونت معانا والناس دي تعبت. ويمكن كابتن زكريا الجيل ده مش تعب، الجيل ده يعني اتهان في اماكن كثيره، وحضرتك كنت معانا وحضرت. الجيل ده تعب في الكونغو في ليبار، لعب في اماكن صعبه جدا. طبعا انا بشكر ربنا وبشكر الجمهور اللي جه ورانا النهارده، بشكر الناس اللي ساندتنا، بشكر الجهاز الفني، الناس اللي تعبت معانا. شديد عايزك تنقل للناس حاجه مهمه قوي يا شديد. كابتن فاروق وبقدره وبحترمه كمدير فني من زمان، هو يعرف الكلام ده. لكن كابتن فاروق امبارح على مواقع النت كلها كاتبه ان احمد شيل ما ينفعش يلعب. انا الحمد لله كابتن زكريا يعني بطولاتي انا 20 بطوله النهارده الحمد لله. لعبت بتاع 4 نهائيات افريقيا، شاركت في الاربعه هنا رايح جاي. الحمد لله عملت تاريخ لنفسي كويس. وانا لعيب صغير لسه، انا لعيب صغير. انت بتتكلم على ماتش غانا يا شديد، بتتكلم على ماتش غانا مش على ماتش النهارده. اهم من ان انا اي حاجه لما انا بيتي يسمعوا الكلام ده بيبقى صعب عليا. انا كابتن فاروق بقدره وبحترمه، وهو عارف ان هو بالنسبه لي حاجه كبيره من زمان، مش من نايم انا في مصر. طيب هو معاك كابتن فاروق، لان كابتن فاروق امبارح اتكلم يا شديد مش على ماتش النهارده، هو اتكلم على ماتش غانا، كان ليه راي في ماتش غانا يا شديد. الحمد لله انا الجهاز الفني نفسي والجهاز الفني مش سامع. الواحد بيقدر على قد ما يقدر ان هو يدي الجمهور النادي الاهلي. فيعني انا بشكر ربنا وبتاسف مره ثانيه لو انا قلت اي حاجه. لا تستحقوا كاس افريقيا يا شديد. وعايز بس اعرف انطباع يهم الناس تعرفه، لعيب الاهلي النادي الاهلي لما يقعد احتياطي انطباعك ايه وانتوا قاعدين احتياطيين واي واحد ممكن يلعب او ما يلعبش؟ يعني انقل لنا اللعيب النادي الاهلي لما حتى يبقى قاعد احتياطي بيبقى انطباعه عامل ازاي وتركيزه عامل ازاي؟ لا ما فيش يا كابتن، احنا النادي الاهلي اللي بيقعد احتياطي زي اللي بيلعب. صحيح. خدنا البطوله ما نعرفش مين اللي لعب. صحيح. تعرف مين اللي لعب النهارده؟ اللعيبه كلها فرحانه، اللعيبه كلها مبسوطه. انت لما بتقعد لعيب كبير ولعيب كويس، لما بتلعب على لعيب كبير ولعيب كويس، يعني انت بتقعد وبتلعب. لكن هي الامور كلها واحد، عشان كده خدنا البطوله النهارده. ربنا كارم وربنا واقف جنبك، ربنا بيساعدك ان انت تاخد البطوله. فده كله بيجي عن مجهود تيم كامل تعب على الفتره اللي فاتت. عنينا زي ما انا قلت لك يا كابتن زكريا. لكن طبعا انا بشكر ربنا وبشكر اللعيبه. تستحقوا يا شديد، تستحقوا كاس افريقيا. لا الف مبروك، وتستحقوا كاس افريقيا انت واللي لعب واللي ما لعبش واللي قاعد في المدرج وحتى اللي مشوا من النادي الاهلي. احمد شديد قناوي نجم النادي الاهلي يستحق كل التحيه هو وزملائه والجهاز الفني. نروح للجولين يا دكتور طه. عايزين نتكلم على الجول الاول بدأ ازاي وهنشوفه على الشاشه. شديد